مش اقوى ارقام كاميرات في السوق ولا حتى اعلى رقم بطاريه موجود، بس خدها مني كلمه، جالاكسي اس 26 الترا هو الولد اللي نزل علشان يقش السوق كله، وغالبا هيكون افضل فلاج شيب متكامل في 2026. طب ليه بقول كده؟ علشان سامسونج كعادتها ما بتلعبش في المغامرات، طالما الخلطه شغاله بتحسنها ما بتبوظهاش. الكل قاعد يتشال ويتهبد السنه اللي فاتت قبل الاس 25، وفي الاخر نزل الجهاز واكتسح وكان الموبايل اللي ما بيغلط. فالعبره هنا، وخد دي قاعده، بالاداء الفعلي مش بالارقام الصماء اللي ملهاش معنى. ودي فلسفه سامسونج السنه دي، مش لازم اكون الاول في الارقام، بس لازم اكون الاول في التجربه، بخلطه السوفت وير مع المعالج الجديد السناب دراجون 8 جين 5 ومحركات الذكاء الاصطناعي مع غرفه تبريد محترمه، بيطلعوا في النهايه افضل ثبات في البطاريه واقل حراره وصوره وفيديو يعتمد عليهم في اي وقت. كلنا بنصور المحتوى بتاعنا بكاميرات احترافيه، الفول فريم والكروب سنسور وغيره، بس الناس دايما بتسال هل اقدر بموبايل اقدر اطلع محتوى، اصور فيديوهات بكاميرته وتطلع نقاء عالي وجوده عاليه اقدر استخدمها سواء لبودكاست او لمحتوى عادي؟ الجزء ده متصور باس 26 الترا. هل بيدي نفس التاثير؟ متاخد طبعا على لوج ومتلون، هيدي نفس التاثير بتاع الكاميرا الاحترافيه؟ هل ينفع؟ والحكم ليك. احنا لسه ما اختبرناش الجهاز للاخر، لكن التاريخ بيقول كده. الفكره السنه دي بسيطه، نفس روح السلسله، 3 اجهزه كل واحد بمقاس وتجربه وتفصيل على مقاسك. الصغير الحريف الاس 26، الاصغر والاخف، مناسب جدا للي عايز تجربه فلاج شيب يوميه بايد واحده من غير ما يجيله شد عضلي. جالاكسي اس 26 بلس نفس الروح، بس شاشه اكبر، بطاريه اكبر، وده بقى المنطقه الوسط الذهبيه اللي ناس كتير بتحبها لليوتيوب والجيمنج والى اخره. اما بقى ده الوحش ده، جالاكسي اس 26 الترا، اللي واخد تركيز التحسينات الاوضح، مش بس في القلم لكن في الكاميرات وسرعه الشحن. طبعا هيكون لينا حلقه تشريح كامل للمواصفات بتاعه الجهاز، بس خلونا نبص على الالوان اللي نازله. الالوان كلها شكلها فخم وهادي اكتر من انها مهرجان. سامسونج ما بتميلش دايما لفرح العمده بتاع الالوانات الكتير دي، اسود داكن اللي هو الفانتوم بلاك، ابيض لؤلؤي، ازرق مجري اللي هو اللي معايا في ايدي ده، واللون الجديد البنفسجي اللي مش عارف هو فين وما شفتوش لسه، بس هندور عليه ونلاقيه. الوان تحسها ناضجه وراقيه، تدي احساس بالبريميوم حتى لو ماسك النسخه العاديه مش الالترا. اكتر لون عجبني الحقيقه هو البنفسجي. التركيز السنة دي واضح على تحسين التصوير في الإضاءة الضعيفة اللي هي النايت فوتوغرافي، يعني بدل ما الصورة تطلع منملة أو تفاصيلها مش واضحة تروح في الظل أو تبان إنها محببة، النتائج هنا بتبقى أضمن وأثبت بفضل معالجة جديدة في الألترا. وكمان في تغيير بصري، أو اللي هو أنت لما تيجي تبص حتى على السنسور هتلاقيه بيتهز، ده عشان يثبت وعلشان يدي إضاءة أفضل لأن الحساس حجمه كبير. الاس 26 الترا مبني السنه دي على ماركتنج لفكره اللو لايت بيرفورمانس، اللي هو الاداء في الاضاءه الضعيفه جدا. احنا بنصور فيديو بالاس 26 الترا في اضاءه مش موجوده اصلا على ضوء الشموع. الجهاز ده تصميمه اتبنى حوالين الكاميرا، في نقطة عملية جدا أخيرا سامسونج استجابت ليه. طبعا هم منزلين البطارية 5000 ملي أمبير مش أكتر من كده، لكن الشحن المرة دي 60 واط. صحيح البطارية زي السنة اللي فاتت 5000 ملي أمبير وليثيوم عادي مش سيليكون كربون، بس أخيرا كسرنا حاجز ال 45 واط اللي سامسونج كانت واقفة عندها. ده بيوصلنا تقريبا من 0 ل 80% في حوالي 30 دقيقة. خلي بالك من نقطة مهمة، لو حافظت على حرارة الجهاز هيشحن أسرع والبطارية هتستمر لفترة أطول، وسامسونج لعيبة في مسألة التبريد، علشان كده واثق إن الشحن هيكون فرق كبير السنة دي وفرق باين عن السنة اللي فاتت. وده بالظبط تطبيق لفلسفة التحسين مش القفز. هو سامسونج دايما بتلعب على فكرة تحسين مش قفز، حاجة تحس بيها كل يوم وتنجزك، مش مجرد رقم خيالي والبطارية تتشفط بسبب الحرارة. بالمناسبة خليك متابع عشان هقولك السر الحقيقي ليه سامسونج مش بتستخدم بطاريات سيليكون كربون في أجهزتها. الحلقة في الفرن بس هتنزل قريب، فخليك متابعنا. عموما دي كانت مجرد مقبلات سريعة من قلب الحدث، لكن الوجبة الدسمة لسه بتطبخ. انا مش هرحم الجهاز ده، هنحطه في اختبارات تصوير بظروف اضاءه مستحيله، وهنعصر البطاريه دي حرفيا في يوم شاق جدا، وهنشوف هتفيص مننا في وقت قد ايه وهتشحن في قد ايه. يعني انا دلوقتي لو بنقل ملف 3 جيجا
3.5 او 3.5 جيجا من على هارد درايف على الجهاز نفسه. بص السرعه اللي بينقل بيها. اتاكد انك مفعل الجرس، لان مراجعه الكاميرا هي اللي هتحدد هل هو فعلا الولد اللي قش ولا 25 زي 26 والعمر مجرد رقم. شوفكم المراجعه الجايه. سلام.